بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف برفقة الزملاء الفنيين والمشرفين والإداريين، نحييكم تحية الإسلام الخالدة، ونتمنى لكم أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. اليوم بفضله تعالى ألتقيكم هذا اللقاء الأسبوعي، وهي الحلقة 180 في هذا البرنامج مع اللغة العربية. وقد ارتأيت في هذه الحلقة أن نطالع وإياكم أشهر الروايات العربية التي ترجمت إلى العالمية. وما دفعني للحديث عن ذلك هو أننا في المجتمع الإريتري وهبنا الله سبحانه وتعالى 9 لغات، أو خلينا لو قلنا مثلا عندنا لغات ولهجات، وهنالك تعريفات مختلفة للعلماء. وحدين يقولوا، البعض يقول إنه أي لهجة يتحدث بها الإنسان فهي لغة، ولكن هناك من يحدد معايير معينة للغة، أن تكون لها مصادر ومراجع وتكتب ولها تاريخ وحضارة وما إلى ذلك. بهذا المنطلق دعونا نقول إنه في إريتريا لدينا على الأقل لغتين، وذلك انطلاقا من ما أقره البرلمان 52 1900، وقال إن الشعب الإريتري له لغتان رسميتان، العربية والتجرينية. وبالمنطق لو فكرنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أن آباءنا وأجدادنا لم يقرروا ذلك اعتباطا، أو عفو الخاطر هكذا. فقد أكدت المعلومات والوثائق أن أكثر موضوع أو أكثر موضوعين نوقش في البرلمان 52، ونقاشات مستميتة ونقاشات حادة، مسألة اللغة في إريتريا، اللغات الرسمية والعلم الإريتري. هذين الموضوعين حظيا بنقاشات موسعة، وفي النهاية خرج آباؤنا وأجدادنا قالوا إنه اللغة الرسمية للشعب الإريتري العربية والتجرينية، وليس هذه الهلامية الاستعباطية التي يطلق الحكام في أسمرة، إنه يقول لك كل اللغات متساوية. وأخيرا ظهر أحد الزملاء الصحفيين أنه قال اللغات الرسمية في إريتريا 9 لغات، وهذا طبعا مخالف للحقائق. المعلومة الموجودة أنه حتى في أدبيات الحكومة أنه اللغات في إريتريا كلها متساوية. هذا كلام، ما دايرين نخرج في السياسة، خلونا في صميم هذه الحلقة وهي اللغة العربية. لكن تأكيدا على أننا في إريتريا، حتى لو سلمنا ليس جدلا ولكن التزاما بما نصه دستور 52، وليس قرآنا طبعا، ولكن هذا هو الذي بين أيدينا. ما ليس هنالك بين أيدينا شيء غير دستور 52. 97 كان شيء وبعده، ولكن كلها كانت عبارة عن بالونات وفرقعات، ليس إلا. عموما عزيزي المشاهد، باعتماد اللغتين العربية والتجرينية، وبما أن الشعب الإريتري في فترة من الفترات كانت اللغة العربية هي أكثر اللغات الحية وأكثر اللغات العملية داخل إريتريا، حيث أنت إذا ما أردت أن تعرف موقع هذه اللغة في أي مجتمع، انظر إلى صحفها ووسائل إعلامها. كانت اللغة العربية وكانت الإصدارات العربية في الأربعينيات والخمسينيات، الإصدارات العربية أكثر من التجرينية، بل كانت هنالك إصدارات عربية صرفة، ما فيها أي لغة أخرى، بينما كانت صحف فيها عربية وتجرينية، وصحف عربية وإيطالية، وصحف عربية وإنجليزية وما إلى ذلك. لكن لم تكن هنالك صحيفة صحيفتين يمكن بالتجرينية فقط، لكن بالعربية فقط دون رديف لها كانت أكثر من 6 ولا 7 وكانت الإصدارات الأسبوعية واليومية قرابة تفوق 20 لذلك عزيزي المشاهد، طبعا جاءت الثورة الإريترية، ونحن كلما حاولنا أن نبتعد عن السياسة، ولكن نأتي قليلا للسياسة. لماذا عزيزي المشاهد؟ لأننا نتحدث عن اللغة، واللغة في أي مجتمع هي السياسة، لأنه هذه اللغة. وهل تعلم عزيزي المشاهد أن اللغة العربية كانت هي واحدة من منطلقات الثورة الإريترية؟
فكيف لنا أن نلغي اللونية السياسية في حديثنا؟ أنا أقول لأشرح لماذا يعني شوية نتوارى أحيانا ونأتي بالذات في هذا البرنامج. في غير من هذا البرنامج أنا لساني ولغتي واضحة سياسيا، ولكن في هذه القناة المباركة أنا لا أدلو في السياسة ولا يعني أسعى فيها كثيرا. أحاول أن ألتزم بسياسة تحريرية، ولكن في اللغة العربية في إريتريا شئنا أم أبينا سنأتي إلى السياسة، لأنه اللغة العربية وتحديدا هذه اللغة العربية هي كانت واحدة من منطلقات الثورة الإريترية، منطلقات الحضارية والثقافية والتاريخية، ولها بعد ديني ما في شك. وأنا أقول دائما في إريتريا اللغة لها بعد حضاري وديني ووطني وإنساني وثوري، وتحدثت كثيرا في حلقات سابقات. وبالتالي هذه اللغة التي كانت واحدة من مسببات وإعلان الكفاح المسلح، لأن كل المستعمرين حاربوا هذه اللغة بما فيها المجموعة الحاكمة اليوم. وبالتالي يعني أنا لا أدعو إلى ثورة مسلحة، ولكن ندعو إلى ثورة ثقافية، إلى ثورة فكرية وعلمية، أن تعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي يعني، أو الطبيعي خلونا نقول. وبالتالي جاءت الثورة، وإلى عهد بعيد كانت اللغة العربية في الثورة، في بدايات الثورة هي لغة الثورة، كان التدريب باللغة العربية والأوامر كلها تكتب باللغة العربية، لأن الذين خرجوا كانوا كلهم ينطقون العربية. وهكذا شيئا فشيئا، لأن الاستعمار الإثيوبي واحدة من مداخله لإريتريا هو جاء لكي يحارب هذه اللغة العربية. نعم، جاء لكي يحارب هذه اللغة العربية و... وعملها مطية طبعا، إنه هؤلاء الثوار الإريتريون يودون أن يبيعوا إريتريا إلى الدول العربية، وأدخل فيها بعد دين. ولذلك نقول نحن شئنا ما بين هذه اللغة وإريتريا ثورة ودولة وشعبا وأرضا وتاريخا، البعد الديني هذا يعني نحن عندما نتحدث عن هذا المجتمع في ثوابت أساسية في هذا المجتمع: البعد الديني إسلامي ومسيحية، البعد اللغوي اللغة العربية والتجرينية، مع الاحترام للهجات الأخرى، أو من يود أن يسميها لغات يعني، لكن أنا أميل إلى أنها لهجات يعني. الشيء الآخر الثورة، البعد الثوري، البعد الثوري جبهة وشعبية، لا بد نأخذ هذا في نأتي إلى البعد الوطني الآن. البعد الوطني هو بمكونات هذه الثلاثة. البعد الوطني إذا أفرغنا منه، وأنا أقول هذا الكلام يعني لأول مرة يمكن أقول أشرحه بهذا الشكل يعني، حتى في قنواتي الأخرى ما شرحت بهذا الشكل. هنالك بعد لغوي العربية والتجرينية، هنالك بعد ديني الإسلام والمسيحية، هنالك بعد ثوري جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية. لا يمكن أن نمحو جبهة التحرير وتاريخها، ولا يمكن أن نمحو الجبهة الشعبية وتاريخها. ثم هنالك بعد البعد الرابع اللي هو يضم هذه الأبعاد الثلاث. ولذلك في الشأن الإريتري إذا أبعدنا واحد من هذه الأبعاد الأربعة أو الأركان الأربعة أو المحاور الأربعة، نحن لا نتحدث عن المجتمع الإريتري، نتحدث عن فضاء، عن مجتمع آخر. وما يعنيني هنا كما يعني كثير من زملائي الإعلاميين والدعاة والشيوخ هو هذا الشأن الإريتري. من هنا عزيزي المشاهد جاءت الثورة وعملت عمايلها، تراجعت اللغة العربية فبرزت اللغة التجرينية. الجبهة، جبهة التحرير، كان منطلقاتها ولغتها يعني لغة الحديث والتدريب والأوامر والكتابات والإجازات والاتفاقيات وهكذا، كلها كانت لغة عربية مع دول عربية، لأنه الذين ناصرونا في البدء كانوا من الأعراب. وشيئا فشيئا تغيرت إلى أن وصلنا إلى مرحلة الجبهة الشعبية، فتغير تماما إلى أن وصلنا إنه الإنسان إذا ما نظرنا غير الإريتري نظر إلى هذا المجتمع وإلى صيرورة الدولة وكتاباته وثقافته وإعلامه وما إلى ذلك، يظن إنه هذه اللغة هي اللغة التجرينية فقط، لغة الشعب الإريتري.
كل اللغات الثانية هي دخيلة وما إلى ذلك، وهذه نظرة أو حكمة غير حصيفة وغير حقيقية. واستمر هذا البون والهوة، استمرت إلى أن خلقنا مجتمعين: مجتمع يتحدث ويفكر ويخطط ويحلم باللغة العربية، هؤلاء نسبتهم في الواقعية وما إلى ذلك هذه يمكن ننظر لها مرة ثانية. وهناك من يفكر ويخطط ويحلم ويحكم. الناس التانيين يحكموا يعني، يتحدثون باللغة التجرينية. في هذين المضمارين هنالك منتوج. هذا المنتوج بالعربي قليل جدا وخجول ولا يجد من يقرأه. بالتجرينيا حدث ولا حرج، لأنه هي لغة الدولة ولغة الجهات الرسمية. والكلام ده نقوله عن معرفة وعن تجربة وعن خبرة، لأننا جزء من تلك التجربة يعني. لكننا الحمد لله بحمده تعالى عملنا مراجعات، فلا ننسخ ما كان ولكننا نقدم حقائق يعني. مع هذا الكم من الإنتاج والنشر باللغة التجرينية، وتراجع ويعني انتكاسة القلم العربي واللسان العربي في إريتريا، خلقنا مجتمعين من حيث لا ندري: مجتمع تجرينيا ومجتمع اللغة العربية. ومن هنا فإن المجتمع الإريتري اليوم بحاجة إلى الترجمة. ترجمة من العربية إلى التجرينية على قلته. أنا لا أقول عدم موضوعيته وعدم يعني جودته وقيمته، هذه مسألة ينظر إليها في مضمار آخر. لكن بالنسبة للتجرينيا، على كثرته وعلى برضو واقعيته، أنا أركز على الواقعية. ما يعرض في التجرينيا فيه واقعية كثير، يعني بمعنى يتناول الواقع والأفكار والأحلام وما إلى ذلك. ما ينتج باللغة العربية هي مسائل أقرب إلى أن تكون تاريخية وفكرية. وأنا يعني، وأي واقع لا يحمل فكرا هو ليس فكرا. حتى الفكرية ديك عند التجرينيا أنا لا أعطيها الفكرية بمعناها العلمي. لكن عندنا هنا ما يصدر القليل جدا باللغة العربية هو يركن إلى التاريخ أكثر، تحدث عن تجارب وتاريخ وما إلى ذلك. الجانب الفكري إلا أولئك الدعاة مثلا السياسيين، وإريتريا مع الأسف الشديد عندنا ثوار بعشرات الآلاف مئات الآلاف، ومتحدثين ودعاة وأدعياء، ويعني الطيف الإريتري ده ملان. لكن في مضمار الفكر والمفكرين نحن يعني إريتريا فقيرة جدا في جانب الفكر، وليس على اللغة العربية فحسب، حتى على مستوى التجرينيا وحتى الإنجليزية وغيرها. إريتريا ما فيهاش مفكرين يعني. وهذه مسألة تحتاج إلى نقاش. لماذا؟ وأصلا أي مجتمع يكون عنده كم هائل من المفكرين، لماذا مثلا؟ يعني في أسباب كثيرة أنا ما داير أخش فيها اليوم، ويشاركون فيها أولو العلم يعني والفكر إن وجدوا في المجتمع الإريتري. ولكن ما يعني مش فاضية كمان يعني قليلون. نحن نتحدث عن مجتمع هو مشكلتنا. حتى نحن 5 مليون 4 مليون 6 مليون، كل يدلي برأي. حتى أنا لو سألتموني في هذه القناة المباركة لا أستطيع أن أقول، لكن خلوني أتجمل وأقول بين الأربعة والخمسة ونص يعني مثلا. هذه طامة كبرى. دولة تحكم منذ أن نالت استقلالها 34 عام، ما عندناش إحصائية. بالتالي كل ما نقوله هو مبني على فرضيات وتوقعات وهكذا، بما فيه كلامنا هذا، لكنه قريب إلى الواقع. فطالما نحن يعني الفكرة السياسية التي تحكم وضعتنا في مجتمعين، فنحتاج إلى موضوع الترجمة. الترجمة من العربية إلى التجرينية ومن التجرينية إلى العربية. صحيح كم الناس اللي حيترجموا من التجرينية إلى العربية لا بد يكون فريق كبير يعني، لكن من العربية إلى التجرينية ما كثير يعني. وهذه الترجمة لا يقوم بها المحسنون أو الذين يودون يعني
أجرا إلى الآخرة يعني ما أظن، لأنه المسائل هذه مسائل سياسية وفكرية وعلمية وثقافية. عفوا. أدعو لنا بالشفاء يعني. فلا بد أن تناط بهذه المسؤولية الدولة الحاكمة. ولو كان لدي سلطة في يدي لأنشأت وزارة الترجمة في إريتريا. هذا أنا أقول عن واقع يعني. أنا بحمد الله على علاقة باللغتين يعني. صحيح أظهر بالعربية أكثر سواء كان في هذه القناة أو غيرها، لكن أحيانا برضو أدلف إلى اللغة التجرينية. وليس عيبا عزيزي المشاهد أن تعرف اللغة التجرينية وأي لغة إريترية أخرى. الآن لغة الدولة والسطو وال... وال... والهيمنة وصلت إلى الجبروت يعني وإلغاء الآخر يعني مع الأسف الشديد هي اللغة التجرينية. وهذا ليس أمرا صحيحا وليس أمرا مقبولا، بل مرفوضا وطنيا ودينيا وعقديا وثقافيا وحضاريا وتاريخيا وثوريا يعني. لكن ومن هنا أدعو الناس لا يقاطعوا هذه اللغة باعتبار لغة الحاكم، كما قاطع عدد كبير من الناس من جيل الخمسينات والستينات. قاطعوا التعليم وقاطعوا الاستنارة لموقفهم من اللغة الأمهرية، وده غلط بالمناسبة. ودفعنا بعد سنوات عدة ثمن ذلك التراجع يعني. كثير من الإخوة المسيحيين انخرطوا في اللغة التجرية في اللغة الأمهرية قبل أن تلغى هذه وتلك، ولذلك واصلوا دراستهم فتحصلوا على العلوم والدراسات العليا وما إلى ذلك. عدد من أهالينا ينتمون إلى اللغة العربية فقاطعوا التعليم، قالوا هذه اللغة دي ما دايرينها، فتوقفوا عن التعليم. التوقف عن التعليم هنا دفعنا ثمنا باهظا ولو بعد دهر. أيها المشاهدون الكرام، هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، ومنها تتابعون حلقة في برنامج مع اللغة العربية. فأنا أدعو المشاهد الكريم أن ينكب ويدرس هذه اللغة التجرينية، لأنها هي لغة الحكم ولا تستطيع أن تلغيها اليوم. نحن نحتاج إلى معادلة أن تكون العربية، وليس بالمنطق أن تلغي اللغة التجرينية كذلك. إذا قلت له لا نعمل كل عربية، أولا إمكانياته الموضوعية والذاتية ويعني في عوامل كثيرة ما موجودة الآن، حتى لو المسائل ليس بالأماني كلها يعني. ويقول لك بأي حق يعني، فلنفترض أنه عربية وتجرينية مش أجدادنا أقروا هكذا، أيوة. طيب هذه التجرينية كيف تريد أن تلغيها يعني؟ فلا مناحة ولا مندوح أصلا أن تلغيها. ولأنك أنت تطالب باللغة العربية، ذاك من حقه برضه يتمسك بالتجرينية. نحتاج إلى حوار لغوي. الحوار اللغوي ده ينشأ عن طريق الترجمة. والدولة الإسلامية في مستهل دعوتها نحن نعلم أنه في العهد الأموي تحديدا يعني أنه كيف كانت الترجمة يعني. أرجو أن لا أكون مخطئ يعني بعد الخلافة الراشدة يعني، والدولة الإسلامية تنتشر إلى عموم الأرض. ففي فترة الأمين والمأمون أعتقد يعني دلفوا إلى الترجمات، وكانت بغداد هي قبلة الحضارة وما إلى ذلك. نحن نحتاج ليكون حوار بين المسلم وغير المسلم، حتى الذين دخلوا بلغتهم وثقافتهم، فترجمت كثير من العلوم إلى العربية والعكس من العربية إلى اللغات العالمية الأخرى. نحن في إريتريا عزيزي المشاهد نحتاج إلى وزارة الترجمة. وزارة الترجمة نحتاج إليها كما نحتاج إلى وزارة الشهداء. هذا ليس تسييس. وأنا أطالع هذه المقالة عزيزي المشاهد، المقالة التي عنوانها أشهر الروايات العربية التي ترجمت للعالمية. عنا لي جاتني الفكرة التي يتحدث عنها الآن، وهي يعني نحن نحتاج إلى ترجمة حتى ما نتحاور فيما بيننا كإريتريين. وآسف عزيزي المشاهد أننا لم نبدأ بالآية الكريمة التي كنا نبدأ بها دوما حلقتنا، وهي قوله سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي
وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. بهذه الآية نبدأ دوما، أي كنا، ونختتم بها، وأسأل الله أن نختتم بها البرنامج. يعني نسينا الافتتاح بها لأنه دخلنا في دهاليز السياسة، وهكذا هي السياسة. عموما عزيزي المشاهد، من وحدة من أشهر المواقع التي تعنى بالثقافة والأدب والترجمات وما إلى ذلك، هذه مقالة يعني في غاية الأهمية، ارتأيت أن أشارك بها المشاهد الكريم. عنوان الحلقة: أشهر الروايات العربية التي ترجمت للعالمية. قد لا نستطيع أن نقرأها كلها، ولكن سنقرأ ما يسمح به زمن البرنامج. عزيزي المشاهد، تعلم أن الأدب العربي يعد أحد أبرز أوجه الحضارة العربية، حيث يعكس قضايا المجتمع وتطلعاته بأسلوب راق ومبدع. نقول الحضارة العربية مضبوط، لكن لا يمكن أن نقول الحضارة الإسلامية كما نوهت في الحلقة السابقة وقبلها. الحضارة العربية يمكن أن تبرز وتتطور ثم تضعف ثم تنهار وما إلى ذلك، فنقول حضارة المسلمين، الحضارة العربية، الحضارة الأوروبية، الحضارة. لكن الإسلام هو باق، ولا يمكن أن تجري عليه ما يجري على الحضارات. هو إن الدين عند الله الإسلام، هو باق. لكن المسلمين يتراجعوا، ينهضوا، يبتلوا، يتمسكوا بدين الحق وما إلى ذلك. عموما، ومع تطور الترجمة كجسر حضاري، أصبح الأدب العربي أكثر قدرة على عبور الحواجز اللغوية والوصول إلى جمهور عالمي واسع. لم تكن الترجمة مجرد عملية لغوية، بل كانت أداة فعالة للتواصل الإنساني وتبادل الأفكار والثقافات. وبفضل جهود المترجمين والمؤسسات الثقافية، أصبح بإمكان القارئ العربي العالمي التعرف على أدباء عرب عظماء مثل نجيب محفوظ، الطيب صالح، غسان كنفاني، وطبعا غيرهم. هنالك أدباء إسلاميين. طبعا الناس يكتبون على هوى ثقافتهم وعلى مرجعياتهم، كما أن هنالك إعلام إسلامي، وفي إعلام هذا الإعلام العلماني هذا. وفي هذا السياق سنتناول أهم الترجمة في نشر الأدب العربي عالميا، ودور الأدباء والمؤسسات والجوائز الأدبية في تعزيز حضور الرواية العربية على الساحة الدولية. إن الأدب العربي عزيز المشاهد وجسر الترجمة إلى العالمية، شكل فيه الأدب العربي جسرا ثقافيا هاما يربط بين الحضارات المختلفة، معبرا عن القيم والقصص التي تنبثق من بيئات عربية متنوعة. تلعب الترجمة دورا محوريا في نقل هذا الأدب إلى العالمية، إذ تمكن من كسر الحواجز اللغوية وإيصال الإبداع العربي إلى جمهور أوسع. وتسهم الترجمة في تعريف العالم بشخصيات أدبية عربية مؤثرة. على سبيل المثال نجيب محفوظ، على الرغم أننا فيه حاجات، يعني مآخذ الذي حاز على جائزة نوبل، وجبران خليل جبران الذي أصبحت أعماله مرجعا أدبيا عالميا. بالإضافة إلى ذلك، تعكس الترجمة قدرة الأدب العربي على طرح قضايا إنسانية مشتركة، مما يعزز من تأثير العابر للحدود. هي حتى لو لم تترجم تلك الأعمال العربية، لكن اللغة العربية هي محور، بل هي منبت كل الحضارات في هذا العالم. من ناحية أخرى عزيزي المشاهد، تسهم الجهود الفردية والمؤسساتية في تقديم ترجمات دقيقة وراقية للأعمال الأدبية العربية، مما يضمن وصول المعاني والرسائل بشكل صحيح. علاوة على ذلك، تساهم الترجمة في إبراز التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يتضمنه الأدب العربي، مما يخلق فضاء للحوار الثقافي بين الشعوب. ويتضح أن الترجمة ليست مجرد عملية لغوية، بل هي جسر حضاري يربط بين الشرق والغرب عبر الأدب.
وماذا عن أهمية الترجمة في نقل الأدب العربي إلى العالم؟ تقول الدراسة: تلعب الترجمة دورا حاسما في نشر الأدب العربي عالميا، حيث تسهم في توسيع نطاق الجمهور الذي يمكنه الاطلاع على الأعمال الأدبية العربية. تمكن الترجمة من تجاوز الحواجز اللغوية التي كانت تحد من انتشار الروايات والقصص العربية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الترجمة في بناء جسر للتواصل الثقافي، مما يسمح بتبادل الأفكار والرؤى بين الثقافات المختلفة. علاوة على ذلك، تبرز الترجمة إبداعات للكتاب العرب وتضعهم في مصاف الأدباء العالميين، كما حدث مع أعمال نجيب محفوظ وأدونيس. أيضا تسهم الترجمة في تعزيز الاقتصاد الثقافي من خلال زيادة الطلب على الكتب المترجمة، مما يدعم قطاع النشر العربي. كذلك عزيزي الفاضل، تساهم الترجمات الجيدة في الحفاظ على روح النص الأصلي، مما يضمن نقل الرسائل الأدبية بشكل دقيق دون تشويه. أخيرا، تفتح الترجمة الأبواب أمام النقاد والباحثين لدراسة الأدب العربي بعمق، مما يعزز من حضوره الأكاديمي عالميا. يتضح إذن أن الترجمة ليست مجرد وسيلة لغوية، بل هي أداة فعالة لتحقيق التكامل الثقافي والأدبي بين الشعوب. أيها المشاهدون الكرام، هذه قناة سلام، ومنها تتابعون حلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونتحدث اليوم عن الترجمة أو أهم الروايات العربية التي ترجمت إلى العالمية. ابقوا معنا مكرمين ومتكرمين. هذه قناتكم، قناة سلام الإعلامية. أيها الأحباب الكرام، عدنا إليكم في هذه الحلقة، ولا نزال نتحدث عن أهمية الترجمة. كما قلنا عزيزي المشاهد، دور الترجمة في تعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب، إذ تعد الترجمة أداة فعالة لتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب من خلال الأدب. تتيح الترجمة للأدب العربي فرصة للتعبير عن القيم والأخلاق والتقاليد التي تميز بها سكان المجتمعات العربية. علاوة على ذلك، تساعد الترجمة في إزالة الصور النمطية السلبية التي قد تكون مترسخة في أذهان بعض الشعوب عن الثقافات الأخرى. أيضا تمكن الترجمات الأدبية القارئ الأجنبية من فهم التفاصيل الدقيقة للمجتمعات العربية، بما في ذلك عاداتها وتقاليدها اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الترجمة في خلق حوار ثقافي مستمر عبر النصوص الأدبية، مما يعزز من التقارب الفكري والإنساني بين الأمم. كذلك تظهر الترجمة كيف أن الأدب العربي قادر على التفاعل مع قضايا إنسانية عالمية مثل الحريات، أي الحريات والعدالة والحب والسلام. من ناحية أخرى، تسهم الترجمة في بناء جسور من الثقافة والتفاهم بين الثقافات، مما يقلل من حدة الصراعات الثقافية ويعزز من التعايش السلمي. ويتضح أن الترجمة ليست مجرد عملية نقل كلمات، بل هي فعل حضاري يسهم في بناء عالم أكثر فهما وتقبلا للتنوع الثقافي. عزيزي المشاهد، وأنت تستمع إلى هذه الحلقة، نحن نتحدث عن الأدب العربي والأدب العالمي. ضع في مخيلتك الأدب العربي وأدب اللغة التجرينية في إريتريا، واعمل مقاربات ذهنية مع نفسك. ست... س... س... ستخرج بمحصلة أننا فعلا محتاجين إلى وزارة الترجمة. لا بد، يعني إذا ما أردنا أن يسير هذا المجتمع إلى بر الأمان. تحت عنوان فرعي العوامل التي ساهمت في وصول الروايات العربية إلى العالمية، ساهمت عدة عوامل في وصول الروايات العربية إلى العالمية وجعلتها تحتل مكانة بارزة في الأدب العالمي. أولا، لعبت الترجمة دورا رئيسيا في نقل الروايات العربية إلى لغات متعددة، مما أتاح لها الوصول إلى جمهور أوسع. هذا ما نتحدث عنه في قضايانا.
ثانيا، ساهمت الجوائز الأدبية العالمية مثل جائزة نوبل التي حصل عليها نجيب محفوظ والطيب صالح وآخرون في تسليط الضوء على الأدب العربي كقوة إبداعية عالمية. ثالثا، ساعدت الأحداث السياسية والاجتماعية في العالم العربي على جلب الانتباه إلى الأدب العربي الذي يعكس هذه التحديات بوضوح. وبلا شك بالإضافة إلى ذلك أسهمت المبادرات الفردية للمترجمين والجهات الثقافية في دعم جهود ترجمة الروايات وترويجها عالميا. ورابعا، شهدت دور النشر أو حقيقة دور النشر العالمية اهتماما متزايدا بترجمة الأدب العربي وتسويقه نظرا للطلب المتزايد على هذا النوع من الأعمال. خامسا، ساهمت التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على الأعمال الأدبية العربية وتسهيل انتشارها بين القراء حول العالم. أخيرا، أتاح التنوع الثقافي والاجتماعي في العالم العربي محتوى أدبيا غنيا ومتنوعا يجذب القراء بمختلف اهتماماتهم. في المجمل، يمكن القول عزيز المشاهد إن هذه العوامل تكاملت معا لتجعل الروايات العربية جزءا من الأدب العالمي، مما يعزز من حضور الثقافة العربية على الساحة الأدبية الدولية. نأتي الآن للحديث عن رواد الأدب العربي المترجم كما يراها الكاتب. شهد الأدب العربي تطورا وتحولا كبيرا عندما ترجمت أعمال عدة إلى لغات عالمية، ما أتاح له الوصول إلى قراء جدد في مختلف أنحاء العالم. ساهم عدد من الأدباء العرب البارزين في هذا الحراك الثقافي، حيث نجحوا في تجاوز حدود اللغة والثقافة لإيصال أصواتهم وأفكارهم إلى العالم. قاد هؤلاء الرواد حركة الترجمة من خلال أعمال أدبية خالدة تعكس القضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية التي عايشوها. برزت أسماء مثل نجيب محفوظ والطيب صالح وغسان كنفاني وآخرون كثر طبعا، الذين لم تقتصر مساهماتهم على الكتابة الإبداعية بل امتدت إلى إثراء الأدب العالمي برؤى أصيلة وملهمة. وأنا هنا أتحدث عن الأدب العالمي والأدب العربي. طبعا لا ألغي تماما إنه واحدة من الجوائز والأوسكار كلها لها أفكار وسياسات غربية بحتة لا علاقة لها بثقافة المجتمع العربي والإسلامي، ولذلك هي تأخذ هذه المناحي. نضع هذه المسائل في الاعتبار. يعني هنالك بعدا سياسيا عزيز المشاهد حتى في الجانب الأدبي والثقافي. أظهر الأدب العربي المترجم قدرته على التعبير عن هموم الإنسان المعاصر، إذ عالج قضايا الاغتراب والهوية والصراع الثقافي. فقد أثبتت الروايات العربية المترجمة أن الثقافة العربية ليست منعزلة عن السياق الإنساني، بل هي جزء أساسي من نسيج الأدب العالمي. كذلك دعمت الترجمات التفاهم المتبادل بين الثقافات المختلفة، ما جعل الأدب العربي جسرا يربط بين الشرق والغرب. نجح هؤلاء الأدباء في كسب تقدير عالمي بفضل عمق أعمالهم، حيث حصل بعضهم على جوائز مرموقة وأصبحت كتبهم ضمن المناهج الدراسية في جامعات عالمية، تعكس هذه الإنجازات الأهمية الكبيرة للترجمة كوسيلة لنقل الإبداع العربي إلى القارئ العالمي. هو هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الكاتب نجيب والطيب صالح وغسان عندهم أعمال لا نقرها نحن كمسلمين وعرب نعتز بإسلامنا وقيمنا الحضارية والإنسانية والعالمية. عندهم كثير من الانحرافات، ولعل يمكن لهذه الانحرافات هم الذين يعطوهم، لكن نحن نتحدث عن أهمية الترجمة بشكل عام. ثم يدلف الكاتب عن نجيب محفوظ ورحلته نحو جائزة نوبل، والطيب صالح في موسم الهجرة إلى الشمال. طبعا جائزة نجيب أخذها في الثلاثية المعروفة
اللي هي زقاق المدق واللص والكلاب، والتناقض الموجود في الثلاثية ورفاق زقاق المدق واللص والكلاب، تناقضات الواقع المصري بطريقة تجمع بين البساطة والعمق. الطيب صالح في موسم الهجرة إلى الشمال، وغسان كنفاني في صوت القضية الفلسطينية. خلوني أقرأ عن غسان. جعل غسان كنفاني لأنه الطيب صالح ونجيب تحدثوا عنه كثيرا الناس يعني. جعل غسان كنفاني من قلمه سلاحا للدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث أسس أدبا مقاوما يعكس معاناة الشعب الفلسطيني وتضحياته. كتب كنفاني روايات مثل رجال في الشمس وعائد إلى حيفا، التي صورت مأساة الفلسطينيين بأسلوب إنساني مؤثر ولا تزال حتى اليوم مع الأسف الشديد. ركز غسان على قضايا الهوية والتهجير واللجوء، وسلط الضوء على النكبة الفلسطينية وتداعياتها. قدم الكاتب شخصياته ببراعة، وجعل القارئ يتفاعل معها وكأنها حقيقة. كذلك امتلك أسلوبا أدبيا متميزا يجمع بين البساطة والعمق، ما جعل أعماله مقروءة على نطاق عالمي. ترجمت أعمال كنفاني إلى العديد من اللغات، وحظيت باهتمام كبير في الأوساط الأدبية العالمية. واعتبر كنفاني من أوائل الكتاب الذين نجحوا في إيصال صوت فلسطين إلى العالم من خلال الأدب. أيها المحترمون والمحترمات، سأتوقف هنا نتيجة يعني من الذي تعلمناه عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة في ردهات وأروقة فترة الجامعة وما بعد الجامعة، كذلك في الدراسات العليا، أننا معشر الصحفيين المحترفين أصحاب المهنة والمهنة العلمية يعني، أننا لا بد أن نضع في الاعتبار آه، حالة المشاهد، ونحافظ على مزاجه وعلى وضعه وعلى ثقافته وعلى برضو حقوقه يعني. لا يمكن أن يستمع إليك المشاهد ويتابعك وأنت في حالة شوية يعني عيونك مزغللة وهذه مناسبة أنا أتقدم بها لكي يتعلم منها زملائي الإعلاميين يعني شوية فيك مصدع مثلا على سبيل المثال يعني، وعيونك برضو شوية هناي وبيك شوية نزلة برد. من حق المشاهد، من حقه أن لا تطل عليه إلا بكامل صحتك الموفورة لك من عند الخالق عز وجل. هنالك خلل شبه يعني وعكة صحية، صوت، رؤية، أيا كان، حتى حالتك المزاجية إن لم تكن مستقرة، فنحن تعلمنا أن لا نطل على المشاهد الكريم. لماذا؟ لأنه له يعني ما أقول قدسية المشاهد، ولكن حيث القدسية فيها بعد عقدي وديني، لكن له مكانة تكاد تقترب يعني أن لا تمس في حقوقها وفي كرامتها. ليس مضطرا المشاهد ولا المستمع الكريم أن يستمع إليك وأنت بعافية كما يقال يعني. فعلمونا أساتذتنا الكبار، أساتذتنا الكبار علمونا أن لا نطيل على الناس إلا ونحن يعني مرتاحين. ولذلك وحرصت على ذلك بأمانة يعني. والحمد لله يعني، مع أني أعمل هنا وهناك منذ أن تسلمنا شهادة الإعلام وقبلها طبعا، لكن فلنقل من 90 يعني 34 عام أنا أحافظ على هذه المسؤولية. لأنه كما هنالك مسؤولية الكلمة وشرف الكلمة، برضو هنالك مسؤولية الإطلال والحديث إلى الناس. أنت مش بمزاجك تطلع عليهم كما تشاء، حتى لبسك وهندامك لا بد أن تراعي أشياء كثيرة يعني. وكنت أحرص أنه أن لا أطل على الناس ولا سماعة ومشاهدة إلا وأنا على كامل صحتي العقلية والمزاجية والصحية يعني كذلك. فالحمد لله يعني هكذا درجنا، لأنه
ومن بين الأشياء التي كنت أحفظ عليها وأحرص عليها كثير، بعد أن أقدم نشرة الأخبار في تي في إر، في التلفزيون الرسمي للحكومة، وكنت كثير القراءات للأخبار والبرامج كذلك وبحمده تعالى. أما بنعمة ربك فحدث. كنت برضو واحدة من الأشياء التي تعلمناها أن تتوارى عن الناس، يعني حتى لا يكون حتى يكون لكلامك قيمة، يعني مع أن الكلام اللي كنا نقوله ليس له قيمة، يعني في القيم الموضوعية والقيم الوطنية والإنسانية وحتى الدينية. يعني شنو أنت لا تبدأ نشرتك بسم الله الرحمن الرحيم مثلا؟ يعني هناك أنا لا أتحدث، هنا نحن أسلمنا الفكرة والقبلة إلى الله سبحانه وتعالى والحمد لله يعني. فجزء من الاحترام الذي كنت أعطيه للمشاهد ولا أزال، يعني بعد أن أقرأ نشرة الأخبار، يعني لا أجلس في مكان عام، وكنت قليل الجلوس في الأماكن العامة. كملت عملي على طول أمزج إلى البيت، يعني حتى أضع قيمة لما لا يمكن أن تقرأ له بيان سياسي وتصريح صحفي وبعد شوية تقعد معه يعني. فأنا أعطي هذه الجرعة لأخواني وزملائي القادمين في هذا المجال. أعطوا مشاهديكم ومستمعيكم القيمة التي الاحترام الذي ينبغي أن توفر إليهم. تعلم عزيزي المشاهد، إذا احترمت المشاهد والمستمع فيضعك في مكان أنت ذاتك لا تتخيل يعني. وخرجنا من تلك البلاد والحمد لله بعد خدمة 17 عام، واليوم نخدم كذلك بفضله تعالى. عندنا رصيد من الاحترام مع الجمهور والشعب حتى اليوم، لو وزنت تلك القيم والاحترامات لفاقت جبل أحد يعني. والله حقيقة أنا أقول هكذا. كثير من الناس يعني يتذكروا بتاع تي في اير وإذاعة صوت الجماهير، فيبادلون الاحترام والسلام والتحية وتقديم ما لا يتخيله الإنسان. وهكذا نحن كذلك يعني. فأنا أختم الحديث فأقول: احترام المشاهد واحترام المستمع وإعطاء القيمة يعود إليك باحترام متبادل يعني. فيضعوك، والله كنا نجد الاحترام من الجمهور ومن العوام والمستمعين والمشاهدين داخل إريتريا وخارج إريتريا أكثر من الفئة الحاكمة الظالمة. ده كانوا يستغلون ويستحلون فينا كل شيء يعني، وكأنك قد خلقت لهم ولا تعزي هكذا يعني. بينما نطلع من الناس يا أستاذ السلام عليكم يا والله داخل السودان وخارج، داخل إريتريا وخارج إريتريا، على أي مكان ذهبنا. ولذلك أنا والله يعني حلقات يمكن أن نتحدث عن الإعلامي عندما يحترم مشاهديه ومستمعيه فيبادلوه الاحترام. ورصيد الإعلامي هو شنو يعني؟ رصيد الإعلامي هو ذلك الاحترام فقط. نحن لا عندنا فلوس ولا عندنا عمارات ولا شيء، عندنا رصيد من المعرفة والخبرة والتجارب والاحترام والقيمة المجتمعية، الاحترام والتقدير. والله العظيم يمكن يوم من الأيام نجي نتحدث، لكن في مجتمعنا عندما تتحدث عن، ودي واحدة من إشكالياتنا، تتحدث عن القيمة. يعني مثلا ما الذي يمنعني اليوم أنا أطلع في هذه القناة المباركة أو في أي قناة حصادي مع الإعلام؟ ما الذي يمنع؟ ماذا جنيت؟ ماذا حصدت من هذه السنون الطوال يعني؟ الحديث عن تجربتي هو حديث، هو كتاب بالنسبة للقادمين يعني لمن يعملوا في الإعلام. ما الذي سيجدوه يعني؟ لكن أول ما تأتي فتتحدث انظروا هذا الرجل يتحدث عن نفسه لأنه نحن مجتمع بدائي أيها الأحباب الكرام. لكن في حديثنا يقول لك اكتبه في كتاب، وهذه ما كتاب يعني، القناة دي ما كتاب يعني. فقط أن تقول موضوعاتك بموضوعية وفيها رسالة للتعلم والتثقف والإرشاد في نفس الوقت. ولم تكن الإذاعة هي كتاب مسموع والتلفزيون هو كتاب مشاهد يعني.
لكن مجتمعنا هو هكذا، تمشي كده يقول لك لا يا أخي كده، لا كده وهكذا، ودي واحدة من الإشكاليات. عموما عزيزي المشاهد، ولهذا قلت لأني احتراما لكم سأتوقف، الموضوع لم ينتهي بعد، لكنني محتاج إلى أن أمارس هذا الاحترام لكم أيها الأحباب الكرام. أسأل الله يعطينا الصحة وإياكم، العافية كذلك، والستر في الدارين. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها ونضيف: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. تحياتي محدثكم أحمد الشريف من قناة سلام الإعلامية المباركة، وكانت الحلقة 180 في برنامج مع اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.